عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة سارة راح تكون أمي، وأنا الأخت الوسطانية، وسيلة راح تكون أختي الكبيرة. وفكرة المقطع هي إنه تبنينا بنت، ويعني أمي دلعتها أكثر مننا أنا وسيلة، وزي كذا فكرة المقطع. والبنت اللي هي راح تكون معانا في المقطع، هو انتو يعني خلصوا نهاية المقطع وتشوفون، قصدي شوفوا المقطع وشوفوا البنت راح تكون مين. البنت هذه مرة أعشقها، واحدة من متابعيني. وصلوا على النبي ويلا لتسكو، حطوا لايك واشتراك، نسيت أقوله. قبل بداية المقطع لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد، وصوتي رايح وبس. يلا لتسكو يا ربي. دحين يعني ملل وما في ولا طالبة جات إلا أنا وأختي. يوه وش الحل الصعب ذا يا أخي؟ حتى الأستاذة تركتنا. اي والله حتى الأستاذة تركتنا. دقيقة أنا جالسة أسمع سيارة. أمي جات، وأخيرا يا أمي جيتي. دحين بروح السيارة وأركب. والله دحين أرجع البيت وأتابع لي على أيباد زي كذا، بجلس مع أختي ورا. يا ربي خلينا نروح. في بنت، في بنت هنا، يو كيوت، ودي اخذها معي. واو كيوت، هذا راح تصير اختي. كيوت مرة. وصلنا اخيرا البيت، والله اني مرة تعبت. اخيرا صار عندي اخت جديدة والعب معها. خليني دحين اروح البيت. واو كيوت والله العظيم، مرة كيوت البنت، ودي العب معاها. والله نفس شعري، بس شعرها اشقر وانا بني، انا واختي متوأم. كيوت. وش اسمها هذه البنت العسل؟ والله مرة كيوت هذه البنت، اسمها غدو. كيوت اسمها. غادة تعالي نروح نلعب. الله مرة كيوت. يوه حتى أنا ما غيرت ملابسي، خليني أروح أغيرها. خليني الحين أروح أغير ملابسي في غرفتي. الحين غيرت ملابسي. وين أختي؟ يما وين راحت؟ أوه هذه هي جاتها تاكل. أمي جاد، أمي سوت لها هي لوحدها. ليش؟ أنا مرة جوعانة. خلاص عاد بدور لي أي شيء في الثلاجة، إن شاء الله ألاقيلي. وفي حليب خلاص بشربه. مرة حلو. خليني أروح أطلب من أختي الكبيرة كذا تسويلي أكل، لأني مرة جوعانة، ما راح يشبعني الحليب. أختي ممكن تسويلي أكل بالله عليكم؟ مرة أنا جوعانة. نروح ناكل حالنا برا. يس إيه أكيد يس. مرة متحمسة والله. خليني دحين ألبس لي أي شيء. هو أنا لابسة أصلا. خليني بسرعة. خليني أروح أطلع تحت، لأني مرة نفسي شو اسمه يعني أروح مطعم مع أختي. وأخيرا دحين قربنا نوصل المطعم. هذه أختي جالسة تاخذني بالسكوتر حقها. والله السكوتر هذا ودي أخذه، يعني نفسي أخذه من أختي وألعب فيه كل يوم وزي كذا. يوه متى يجي الأكل؟ ومرة جوعانة. خلاص كذا نروح نحجز طاولة لنا. هذا أحلى. خلينا نجلس هنا وننتظر الطلب. هذا هو جاء. يمي همبرجر. والله هذا أحلى همبرجر ذقته في حياتي. أوكي. حساب 50. أوكي مرة يعني رخيص كويس ومناسب. أختي عندها 50. وأنا أحسب أختي معاها 50 طلع معاها 1000. يس. وأخيرا راح أشتري أي شيء أبغاه. بيتزا أبغى، شيبس، يعني بطاطس وآيس كريم. الحين باخذ لي شوكولاتة وكولا. ايش ده؟ حلقت. باخذ كيكة يا
جماعة ايش ذا؟ باخذ كيكة، باخذ كوكيز. يا أخي الحين كذا عكس يا ربي. يا الكاشيرة حطيتها في هذا. اوكي اختي دفعت، خليني دحين نروح البيت. والله طلع موديتني شو اسمه محل ملابس، والله حلو. وش اختار؟ ابي هذول، خلنا نختار هذا. الحين اخترت اللي ابيه وخلينا نروح اغير ملابسي. هذا اللي اخترته مرة عجبني الصراحة. اعتقد اختي ما راح توديني البيت، بس ما ادري والله. اوكي ودتني البيت الحمد لله. والله اليوم مرة تعبت. خلينا اتابع لي شيء على الايباد كذا، يعني اي شيء. الله والله فكرتك مرة حلوة. امي ما تحبنا. ايوه صدق امي ما تحبنا، صايرة تدلع هذه الايام اختنا الصغيرة اللي هي اللي تبنيناها. صار معي 1,000,000 ريال. واو واو والله اليوم شكلي راح اعيش في بيت ملكي. واو هذا البيت اللي راح نعيش فيه مسبح. مرة متحمسة، ودي أطب هنا. بس خليني أغير ملابسي وأطب هنا، وراح أشوف غرفتي وين. شوف هنا، هذه غرفتي على طول. هذه غرفتي مرة حلوة. يوه ما مداني. أختي تقول دحين لازم أروح أنام لأنه بكرة بنروح البحر. والله حماس. يا ربي والله مرة متحمسة، يعني حماس مو طبيعي. وش ذا؟ تأخرت للبحر. يس والله مرة متحمسة. خليني أروح ألبس ملابسي. الحين حطيت ملابس شو اسمه السباحة في الشنطة هذه. خليني الحين أنتظر أختي. للمعلومية يعني جبنا أخواتنا الصغار معانا يعني خدامة معانا. واو مرة متحمسة مرة. الحين أختي السيلة أختنا الكبيرة راح تودينا البحر، وأنا اليوم شكلي راح أفيد أمها. اوكي وصلنا. اوكي خلينا ننزل. واو هنا في مكان حق الشمس مدري. مرة متحمسة والله. طفش ما أدري وش أسوي. الملابس اللي جبناها هذه مو ملابس المسبح. طلع الملابس اللي معانا هي ملابس ثانية. دقيقة دوبنا ننتبه في صليب، استغفر الله. يا ربي ما أدري وين أختي شالت الملابس حقت السباحة. كلها ملابس سباحة حقت كبار. هكذا أختي من نهاية المقطع. لا تنسون اللايك شير وسبسكرايب. لا تنسون اللايك شير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل شيء جديد. وأشكر اللي ساعدوني في المقطع هذا، يعني أقسم بالله يعني والله ما قصرتوا وأبدعتوا إبداع مو طبيعي. وطبعا يعني هذا شو اسمه الإبداع ذا باين من متابعيني الجميلين. وبس مع السلامة.